السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. شهبندر التجار أو نائب شهبندر التجار. شهبندر التجار ده كان بتتقال زمان على التاجر الكبير، أكبر تاجر في المنطقة. شهبندر التجار دلوقتي اللي هو مين؟ اللي هو يعني رئيس اتحاد الغرف التجارية. رئيس اتحاد الغرف التجارية راجل يعني الأستاذ إبراهيم العربي، أنا بحترمه وكنت بحترم والده جدا الله يرحمه الحاج محمود العربي. هو دلوقتي ما يطلق عليه شهبندر التجار. النائب بتاع شهبندر التجار بتاع الحاج ابراهيم العربي الاستاذ عادل نصر. عادل نصر ده نائب رئيس اتحاد الغرف التجاريه، وهو رئيس الغرفه التجاريه في الجيزه. طلع بتصريح هو، وقبله على طول طلع رئيس الغرفه التجاريه في اسكندريه احمد الوكيل، اللي هو كان رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، كان شهبندر التجار من حوالي 3-4 سنين. قالوا ايه بقى؟ عادل نصر قال لك سندوتش الفول الفترة اللي فاتت ارتفع بشكل كبير جدا وبقى ب8 جنيه، وان السعر ده اكبر بكتير جدا من تكلفته. ده هو اللي بيقول، ده هو اللي بيتكلم باسم تجار مصر، هو اللي بيقول مش احنا اللي بنقول، ان ده اكبر بكتير جدا من تكلفته. وفي نفس الوقت بيقول لك العجز في المحاصيل، في الفول والحاجات دي كلها، هو اللي ادى لارتفاع الاسعار، خاصة ان احنا بنستورد 90% من غذائنا. ده عادل نصر. الاستاذ احمد الوكيل قال تصريح لذيذ جدا جميل. قال لك يا جماعة يعني انا بطمنكم، في خلال 3 أسابيع بالكتير لو السياسة النقدية بقت واضحة، اللي هو سعر الدولار في البنوك يعني، ولو الخامات اتوفرت، ففي خلال 3 أسابيع بالكتير هننزل لكم الاسعار 20%. شفت يعني؟ كتر خيرهم. احنا المفروض نطلع بمظاهرة حب وتأييد لمسؤول الغرف التجارية في مصر. هينزلوا الاسعار 20%، ده لو، ده في شرط، ده بيقول لك لو السياسة النقدية بقت واضحة ولو الخامات اتوفرت. طيب معاليك، ما هو لو السياسة النقدية بقت واضحة يعني انت بتقول ان البنوك توفر لك الدولار، ما هو واضح، هتوفره لك بالسعر الرسمي مش من السوق السوداء زي ما انت ما بتجيبه او غيرك ما بيجيبه او التجار ما بيجيبوا. انا ما اعرفش انتوا بتجيبوه منين يعني، عشان ما حدش يتهمني بحاجه. بس التجار بيقولوا، المصدرين بيقولوا احنا بنجيبه من السوق السوداء. ما علينا، يعني انت بتطالب ان البنوك توفره لك عشان تقدر انت توفر الخامات اللي هتنتج بيها السلع هنا، عشان المعروض يبقى كتير فالسعر ينزل 20%. طيب ما هو الدولار لما تعوم يا استاذ احمد ويا استاذ عادل، الدولار طلع من 15.70 ل 24.70 او 76 النهارده، يعني طلع حوالي 50%. يعني سعر التكلفة بالنسبة لكم زاد 50%. ما تقوليش الاسعار العالمية زادت، الاسعار العالمية زي ما زادت نزلت بره، فما تقوليش ما هو الاسعار العالمية كمان زادت، لا نزلت، اللي زادته تراجعته تاني. طيب حضرتك الاسعار الفترة اللي فاتت، مش الفول بس بقى ابو 8 جنيه السندوتش، لا، الاسعار اللي الفترة اللي فاتت احنا شفنا الهبه اللي حصلت وزادت بال100 وال200%. يعني سندوتش الفول ده كان ب 2-3 جنيه، انتوا اللي بتقولوا بقى ب 8 جنيه، انتوا اللي بتقولوا مش احنا اللي بنقول، بقى ب 8 جنيه. شوف زاد كام في المية بقى. واللبن والجبن وكله كله كله، والمكرونات والرز، والمكرونه اللي كان ب 8 جنيه ولا ب 7 جنيه النهارده بقت مش عارف ب 20 جنيه و18 جنيه و17 جنيه. الاسعار زادت 200% و100%. انت حضرتك هتمن علينا وتخفض لنا الاسعار 20% لو الدوله وفرت لك الدولار؟ طب ما تخليهم لك ال 20% دي. يعني انت ليه يعني جاي على نفسك ليه سيادتك؟ ايه التصريح المستفز ده؟ يا ريتك ما قلته يا اخي، يا ريتك ما قلته. اسكت احسن، اسكت احسن. صحيح، ايه الاستفزاز ده؟ طب الدولار في السوق السوداء تراجع. جولدمان ساكس، بنك جولدمان ساكس قبل موافقه صندوق النقد على القرض بتاع مصر قبلها بيوم او بيومين، قال لك الدولار في السوق السوداء في مصر ب 36 جنيه. ده البنك اللي بيقول، بنك جولدمان ساكس، ده مش بنك مصري. قال لك وده اعلى بكتير من قيمته. وقال نصا اهو، قال لك ايه بقى؟ جولدمان ساكس قال
ان ده سعر مبالغ فيه، وان الوضع الحالي مش هيستمر، وان الجنيه هيتعافى على المدى الطويل لو مصر التزمت بسعر صرف اكثر مرونة. وقال كمان بنك جولدمان ساكس ان سوق الصرف الموازي عادة، اللي هو السوق السوداء يعني، عادة ما بيكون مقياس لمدى اختلال العملة، لكن في حالة مصر الجنيه مقوم باعلى بكتير من قيمته لما تحسبه عند 36 جنيه. يعني هو شايف ان الجنيه، ان الدولار لما كان في السوق السوداء ب 36 جنيه، هو نط بعدها طبعا جاب 38 جنيه، قال لك ساعتها ان ده مش هيستمر، وان القيمه الحقيقيه للجنيه اقل بكتير اكتر من كده بكتير، وان الجنيه وان الدولار المفروض يتراجع كتير، مش كده، ما يفضلش كده. ده في حاله ايه كمان؟ قال لك في حاله ان مصر تحافظ على سعر صرف مرن، قيمه الجنيه هتتعافى. الناس واخده بقى سعر صرف مرن دي اللي هو ايه؟ سعر صرف مرن يعني لازم الدولار يجيب في البنوك 30 و40 و50 جنيه، اوب اوب اوب، وكل واحد يشتغل بخياله. سعر صرف مرن دي يعني ايه؟ سعر صرف مرن دي يعني عرض وطلب. يعني الصبح تلاقيه ب 30 وبكره تلاقيه ب 20 وبعده تلاقيه ب 50 وبعدين تلاقيه ب 15 وبعدين تلاقيه ب 40. هو كده المرن ده، هات وخد. تروح البنك تلاقيه. ده هيحصل امتى؟ هيحصل لما يكون عندك انتاج. عشان كده دايما كنا نقول ايه؟ الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج. هو ده اللي هيوفر لك الدولار، وهو ده اللي هيخلي مفيش سوق سودا. طيب صندوق النقد بيحسبها ازاي؟ صندوق النقد بيقول لك طول ما في فرق كبير بين السوق السوداء والسعر في البنوك يبقى ده مش السعر الحالي للجنيه. طب مين اللي عمل السوق السوداء؟ انت اللي عملت السوق السوداء. انت اللي رحت ضربت في الدولار، انت اللي عملت السوق السوداء، وانت اللي عملت الفرق الكبير في ده. هتقول لي عشان احافظ على الفلوس، على فلوسي يا سيدي، ما تحافظ عليها باي حته، باي حاجه تاني. ما تحافظ عليها باي حاجه تاني، حطهم في بنك الفايده 17 18%، اصبر لما تعمل فايده 20%. انت وغيرك اشتري ذهب. هتقول لي ده ما هو الذهب زاد، هقول لك ما احنا حذرنا كتير. ده انا بقالي 5 6 شهور بهاتي وبقول يا جماعه خلي بالكم من بتوع الذهب. الناس اللي متابعيني من البدايه اكيد عارفين الكلام ده وسمعوه، وهتلاقوه على صفحتي لسه. بقالي 5 6 شهور بقول خلي بالكم من بتوع الذهب، دول اللي هيخربوها، ودول اللي هيدمروا الدنيا، ودول اللي هيبوظوا اسعار كل السلع في مصر، لان دول اللي بيضربوا في نقط، ودول اللي بيحددوا سعر الدولار. بيقيموا سعر الدولار باعلى بكتير جدا من سعره. يعني بيقيموا سعر الذهب باعلى بكتير جدا من سعر الدولار في السوق السوداء وفي البنوك وفي كل حاجه، وقلت خلي بالكم منهم. ما حدش سمع الكلام. عشان كده يعني بداوا يفكروا دلوقتي. البنك المركزي قال لك ايه من يومين ثلاثه؟ قال لك احنا عايزين البنوك تعمل لنا حصر بالحصيله الدولاريه لكل الذهب المصدر. هنا فاقوا بقى، عرفوا ان كلامي كان صح لما اتكلمت فيه من شهور، ودخل بعضهم يهاجمني وانت ما بتفهمش وانت ما بتعملش وانت ما تعرفش حاجه، ودي القيمه الحقيقيه للجنيه ومش عارف ايه، وقعدوا بقى ايه يعني، كلهم دخلوا يشتمونا على العام وعلى الخاص. ودخل واحد يقول لي والله العظيم انت جاهل، بيقول لي انا يعني هو انت لسه متخيل برضو ان في مضاربه على الذهب؟ انا عايزه يرد عليا دلوقتي الاخ ده. هو لسه متخيل ان مفيش مضاربه على الذهب؟ طيب بدا البنك المركزي قال لك طيب لاحظ بقى ايه البنك المركزي؟ لاحظ ان بيقول لك ان الناس بتصدر الدولار، بتصدر الذهب. كان المفروض البنك المركزي بعد ما يتصدر، بعد عمليه التصدير، بيدوهم مهله 180 يوم، 6 شهور تدخل الحصيله. 6 شهور دي مهله كبيره جدا. ايه 6 شهور؟ هو انت لما تصدر لواحد، الواحد اللي بره ده هيقول لك اصبر على النبي 6 شهور لحد ما اديك فلوسك؟ ما هو يديك فلوسك على طول. ليه 6 شهور؟ مع ذلك المهم الموضوع ده اتحل الاسبوع اللي فات ده، والبنك المركزي قال للبنوك اخرهم 7 ايام اللي يصدر ذهب، اخرهم 7 ايام يجيبوا لك الحصيله بتاع الصادرات بتاعتهم. ما وردوش الحصيله بتاعتهم، تديهم مهله 3 ايام، وبعد كده تختارنا ونختار وزاره التجاره والصناعه عشان ناخد معاهم اجراء. ما يصدروش بقى، ما يعملوش، يعني هياخدوا معاهم بعض الاجراءات. ده ليه؟ لان هم لاحظوا ان الهوجه اللي حصلت على الذهب الفتره دي، واللي اتكلمنا فيها وقلنا ان السعر اكتر من سعره الرسمي ب 600 900 جنيه، ودخل برضه بعضهم يقول لك ما هو ده عشان ما عندكش، والتاني يقول لك عشان الدولار مش عارف ايه، والقصص دي يعني. اكتشفوا ان هم بيصدروا الدولار والفلوس ما بيصدروا الذهب، وفلوس التصدير دي اللي هي الدولارات خلاص بقى انسى، كل سنه وانت طيب، بتتحول من بره تروح فين الله اعلم. فعشان كده البنك قال لك لا، البنك المركزي قال لك لا ستوب، الناس دي بتودي الدولارات فين؟ مفيش حاجه اسمها الحصيله تدخل لي بعد 6 شهور، اخرهم 7 ايام و3 ايام مهله، يبقى 10 ايام، بعد كده هناخد اجراء. هو ده الصح، هو ده المظبوط.
بعدها على طول ايه اللي حصل؟ الذهب راح مريح من 1900 ولا 1920 لحد 1600. النهارده بدا يرد تاني ل 1780 وبدا يضربوا تاني، لكن هتبقى في حدود برضه بعد الكلام بتاع البنك المركزي. طيب اخواننا بتوع التجار، او مش التجار بقى، اخواننا المصدرين، النهارده طلع تقرير كويس جدا، تقرير قريته، طلع من المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنيه. بيقول ايه؟ بيقول ان صادرات مصر من الذهب في شهر اكتوبر زادت عن شهر سبتمبر 90.5%. في شهر سبتمبر صدرنا ب 105 مليون دولار، في شهر اكتوبر اللي فات صدرنا ب 200 مليون دولار، بزياده 90.5%. في نفس الوقت قال لك صادراتنا من الذهب والحلي، الكلام اللي فات ده كان على الذهب والحلي والاحجار الكريمه، قال لك صادراتنا من الذهب والحلي والاحجار الكريمه في ال10 شهور اللي فاتوا من 2022 زادت 47% وسجلت 1.3 مليار دولار مقابل 901 مليون دولار. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك المفروض ان جالك من بتوع الذهب بس في ال10 شهور دول 1.3 مليار دولار. البنك المركزي طالما خد القرار ده يبقى الفلوس دي لسه ما دخلتش، او دخل بعضها والبعض ما دخلش. بتروح فين الفلوس دي؟ وهل الهوجه اللي حصلت في الذهب لما وصل ل 1900 والوقت ب 1780 والكلام ده، هل هم كانوا بيشتروا الذهب عشان يصدروه ايا كان بقى؟ طبعا هم بيصدروه بيتباع بره بالسعر الرسمي زي ما احنا ما قلنا، والكذاب فيهم يطلع يجادلني الاسعار معلنه على جوجل، كل حاجه على جوجل. طيب هل هم كانوا بيشتروا هنا ويصدروا عشان يحولوا دولار بايا كان بقى؟ ايا كان هيصدروا يعني هيبيعوا بره بالسعر الرسمي، المهم هيتحول له دولار، والاخر برضه هيتاجر هو في الدولار بره، وهي يعني هيوصله لك هنا زي ما وصل كده ل 38 جنيه، ورويترز قالت لك ده كان ب 40 جنيه في بعض المناطق كمان. طب الحمد لله الدولار دلوقتي نزل بقى باقل من 30 جنيه. طبعا الناس اخواننا البعده هيدخل دلوقتي يقول لك الله العظيم انت ما انت عارف حاجه، فين اللي اقل من 30 جنيه؟ طب هات لي. لا انت عارف فين وعارف ان دي حقيقه، اقل من 30 جنيه النهارده. طيب اخواننا التجار بقى الاسعار مش هتزيد، ما بترخصش ليه؟ يعني ما بتنخفضش تاني ليه؟ ده الدولار كان بيطلع جنيه في السوق السوداء، كنا بنشوف في لحظتها في الهايبرات، في لحظتها مش الهايبرات بس، الهايبرات كان كله بيغير الاسعار في نفس اللحظه، والمحلات بتغير الاسعار والشركات بتتصل بالتجار، هوب السعر زاد في لحظتها. انت لسه لا استوردت بالسعر الجديد ولا عملت اي حاجه خالص بالسعر الجديد. طيب سيادتك لما دلوقتي الدولار نزل 8 جنيه في السوق السوداء من 38 ل 30 والاقل من 30 نزل له 8 9 جنيه، حضرتك ما خفضتش الاسعار ليه؟ يعني ده سؤال بريء، ما خفضتش الاسعار ليه؟ هتقول اصل لسه دوره الانتاج ومش عارف ايه والكلام اللي بتضحكوا بيه على الناس ده. دوره انتاج ايه؟ ده كان لسه بقول لك بيزيد في السوق السوداء في لحظتها قبل ما بتستورد ولا تعمل اي حاجه بتزوده. اشمعنى دوره الانتاج في الانخفاض ما بتحصلش وفي الارتفاع بس زي الرهوان؟ اتقوا الله بقى، اتقوا الله، ناس جابت اخرها. ده افتراء اللي انتوا بتعملوه، ده افتراء. سندوتش فول ايه اللي ب 8 جنيه؟ ايه سندوتش فول اللي ب 8 جنيه؟ يا عم انت وهو اطلع يعني هات لمراتك كيلو فول تعمله لك، اقعد كل اسبوع في انت والعيال. شوف الجبنه بتتعمل ازاي من على النت، شويه اللبن وبتاع، حتى لو اللبن غالي بس برضه مش هتكون اغلى من لما تجيبه جاهز الجبنه. واعمل شوف كل حاجه تعرف تعملها في البيت اعملها، وسيبك من الناس دي ما عندهاش ضمير. ما فيش ضمير خالص عند التجار والله، ولا التجار ولا الشركات. مش هيتوق ربنا في حد، دول عايزين يكسبوا بس مش هيخفض من هامش ربحه جنيه، بالعكس ده كل مادة هتلاقي ارباحه بتزيد. بس عشان كده نصيحتي ليك زي ما قلت لك، اللي تعرف تعمله في البيت اعمله. اي اكل تعرف تعمله في البيت، فينو، جبنه، فول، بليله، اي حاجه تعرف تعملها في البيت اعملها. اي حاجه تعرف تقطعها قطعها. تيجي على دماغهم بقى، هم خليهم بقى يكنزوا بقى السلعه دي احسن ما تيجي على دماغنا احنا. لكن طول ما مش شايفينك بتشتري خلاص، هو هيزود براحته وهيقول لك المعروض، اصل المعروض قليل. المعروض اللي قليل، انا ما نزلتش اي محل ولا اي سوبر ماركت ولا على عربيه فول ولا اي حاجه وقال لي ما فيش. كل حاجه موجوده. معروض ايه اللي قليل بقى؟ مش موضوع معروض، موضوع ضمير. انتوا ما عندكوش ضمير، اتقوا الله في الناس. في النهايه ربنا يكتب لنا الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.